السلام عليكم حبايب، شلون صحتكم؟ اليوم راح اسوي لكم دجاج شوي بالفرن مع طريقة عمل البرياني. هنا انا خليت البهارات، راح اتبل بيها الدجاجة. البهارات عبارة عن كمون وبابريكا وفلفل اسود، فلفل ابيض، كمون يعني حسب الرغبة. بعد انتو شو تحبون تضيفون. هنا انا زيت الزيتون، ضفت هنا أنا ملعقتين، العفو، ليمون، يعني الدجاجة تحب الحموضة، أو هذا الليمون الصناعي أو الليمون الفريش. هنا أنا خليت شوية زيدت. بعدين هنا أنا خليت ملعقتين زبادي. نخلط المواد هيجي، هاي الصورة. خليت الملح، لا تنسون الملح. وهنا أنا همين رجعنا نخبط المواد نجانسها. وهنا أنا أخليه تقريبا نص خاشوقة أو ربع خاشوقة معجون، على مود ينطي لون للدجاجة. ندهن الدجاجة بهاي التتبيلة. أنا زيدت شوية لأن صارت الخلطة كلش ثخينة. ندهن الدجاجة بهاي الصلصة، أو تحبون تخلونها بنفس قبل ساعتين أو 4 ساعات أو من الليل، بعد أحسن يصير التتبيلة كلش قوية. هنا أنا فتحت صدر الدجاج على مود تتداخل بيه الصلصة. هسه راح أغلفه بالورق الزبدة والسيليفون وأرجع لكم. هنا راح تكمل إن شاء الله. شوية بللته على مود يقعد زين ورق الزبدة. هنا السيليفون ضروري، شدهن زين. هنا راح نسوي نبدأ نسوي البرياني. نخلي زيت أو دهن حسب رغبتكم. نخلي تقريبا كوبين، هاي كوبين شعرية. أني محضرة بهارات البرياني. إن شاء الله أسوي لكم حلقة خاصة عن بهارات البرياني. أني أسويها بالبيت، أجيب المواد البهارات وأني أطحنها. هنا أنا كملت الشعرية، وراح نضيف التمن اللي نقعناه سابقا، اللي هو كوبين وربع أو حسب يعني أفراد العائلة. هذا طبعا يكفي 5 أو 6 أشخاص أو 7 أشخاص همين، تكفي هاي الصينية اللي راح أسويها. خليت هنا تقريبا خاشوقتين كبار مال أكل مال البهارات. وهنا إذا تريدون يصير اللون الأصفر شوية، أنا ما خليت قليل، ربع خاشوقة. تخلون المي أول شي جانسنا البهارات ويا التمن والشعرية. وهنا خلينا المي تقريبا، لأن احنا منقعين التمن، نخلي تقريبا بس يغطي المي، بس يغطي. خلينا الملح لا تنسون، تقريبا خاشوقة أكل ملح. هنا راح نخليه يفور. هسه هنا الحمد لله استوى، ما تأخر، كمل عندنا رأسا، ما طول، يعني تقريبا 10 دقائق. هنا الحشو بوتيتو وجزر وكشمش. إذا ترغبون البزالية خلوا بزالية، أنا ما خليت بزالية، اكتفيت بس بالبوتيتو، قطعته مكعبات، والجزر مكعبات، والكشمش خليت قسم من عنده. راح نرشخ فوق الدجاجة نزين الطبق مالتنا. راح نخليه هنا هذا الجزء راح نجانسه ويا التمن.
طبعا هذا التمن تشوفونه بعينكم حبة حبة. هنا استوت عندنا الدجاجة. احنا ما احبها كلش مقسبة، يعني هيجي اكتفيت. خليت هذا بقية الحشوة، وإضافة إلى اللوز من خليت لوز. والدجاجة كانت كلش يعني مستوية حيل ومقسبة. وهذا طبقنا، وبألف عافية وجربوه.